I'm still here because you can't do your job. Acknowledge me. رومان رينز من اكتر المصارعين اللي اتفرضوا غصب عن الناس بالعافيه، بس الحقيقه ان ده ما كانش باختياره، لان الراجل قدر يثبت ان هو افضل من كده بكتير مليون مره لما استغل الفرصه الصح، فرصه ان يكون نفسه مش اللي مكمان عايزه، لانه بجد كان محبوس في شخصيه تعبانه هي اللي دمرته لغايه لما قدر يطلع منها ويورينا ابداع وجمدان لسنين. ولو عايزين نتكلم عن اعظم نسخه ليه، بصراحه مفيش اجمد من نسخه 2021 و2022، النسخه اللي رومان سكت بيها اي حد كان بيشكك فيه، دمر الكل وسيطر على الدبليو كلها علشان يتحول من البيج دوج للترايبل تشيف. النهارده ومن الاخر هنتكلم عن قصه رومان رينز نسخه الهيد اوف ذا تيبل. رومان رينز مصارع انا بعتبره مظلوم. هتقول لي مظلوم ايه، انت هابط منك ولا ايه؟ هقول لك لا، دي الحقيقه. هو كان ضحيه مكمان اللي فرضه على الناس عافيه وما عرفش يستخدمه صح، لانه بقى مكروه من الناس رغم انه اصلا كان فيسه محبوب. المفروض محدش كان طايقه ابدا، اللي هو انسى. وده لان بعد انفصال ذا شيلد خلاص رومان رينز بقى المصارع اللي المفروض يكسب، المفروض ياخد الالقاب، المفروض يعمل كل حاجه، حتى لو ده على حساب ناس تانية تستحق اكتر منه. وبالفعل فضل على كده سنين وسنين، وهذا الناس ما كانش ينفع اصلا يهزمهم، وده زود كره ناس ليه اكتر واكتر لغايه لما المرض رجع له من تاني والناس كلها تعاطفت معاه وغاب رومان رينز. بس الغياب ده ما كانش مطول خالص، لانه قدر يتغلب عليه بسرعه ويرجع بعدها بشهور بس، والناس كلها فرحت بيه طبعا. بس اكيد الفرح ده هيكون مؤقت ولازم تغيير، والتغيير ده حصل في سنه 2020 لما رومان رينز رجع بعد غياب في سمر سلام ودمر ذا فيند وبرون سترومان، وبعدها لعب معاهم الماتش الثلاثي اللي بدا الحكايه كلها، لان رومان رينز بقى خلاص بطل اليونيفرسال اخيرا. وخد دي بقى كمان بقى مع ابو الهيمن، ومن هنا كل حاجه اتغيرت خالص. دخل في عداوه مع جي اوسو ونفخوا فيها علشان يثبت ان هو الافضل وان هو الزعيم. وطبعا ما ننساش عداوته مع كيفن اوينز اللي كانت جامده جدا بصراحه، واللي كان بيقلل من احترامه ومن احترام عيلته علشان رومان رينز بقى يعني يسترد كرامته ويهزمه في عرض التي ال سي. ومش التي ال سي بس، هزمه كمان في سماك داون في ماتش من نوع قفص. اما الماتش الثالث كان في الرويال رامبل 2021، واللي كان ماتش عالمي يا جماعه، ماتش فاجر اقسم بالله، ماتش للتاريخ، وبرضه قدر يكسب. وبعد ما خلص من كيفن طلع له يعني يعتبر كده بص يعني خازوق تاني من الاخر، لان في سماك داون المسؤول بتاع الدبليو في سماك داون طبعا اللي هو ادم بيرس المفروض يعني قال لك بص انت لازم تدافع عن لقبك في الاليميشن تشامبر، ما عرفش يتصرف. ابو ليمان قالوا مش لازم، اصل عقد رومان رينز بيقول انه لازم يدافع عن اللقب في العرض، بس مش شرط بقى جوه القفص نفسه، فيعني تشقلب لي انت كمان يعني معلش مش هتيجي عليا انا عارف القانون. فعملوا لك اتفاق ان اللي هيكسب بماتش الاليميشن تشامبر هيواجه رومان رينز في نفس العرض اللي هو يلا على طول. وبالفعل جت التشامبر واللي قدر يكسبها كان دانيال براين، وكان طالع من الماتش خلصان حرفيا، اللي هو انا مش فايق اعمل اي حاجه اصلا. قام دخل رومان رينز وخلص عليه بسرعه، وده زود عداوته مع براين بقى اللي هو يلا بقى على طول. بس ما لحقش يفرح يعني علشان دخل له ايدج بعدها وروق عليه بسبير. ايوه ايدج اللي كسب الرويال رامبل. ايدج كمان دخل معاه في القصه، والقصه بقت ثلاثيه بين الثلاثه، خاصه بعد ما رومان رينز استسلم لصالح دانيال براين في عرض فاست لين والحكم ما شافوش. القصه فعلا بقت كبيره، والثلاثه خلاص اللي هو احنا مش هنسيب بعض خالص، كل واحد ليه غرض معين. بس رومان رينز كان واثق ان هو هيدمرهم، وده اللي قاله بالفعل قبل الريسل مانيا، قال ان هو هيدمرهم هما الاثنين وهيكسبهم في الريسل مانيا. وهنروح بعيد ليه، جت ريسل مانيا 37 يا معلم وشفنا الماتش الجامد جدا. الماتش كاداء كان جامد وممتع ومفيش اتنين يختلفوا على كده، بس رومان اتبهدل منهم بصراحه لان هما الاثنين كانوا مستصعدينه شويه اللي هو احنا عليك يلا. بس في الاخر نفذ كلامه ودمرهم هما الاثنين بمساعده جي اوسو علشان يثبتهم في بعض ويطلع هو الفايز، ويثبت بكده ان هو الاقوى والاذكى والافضل. ودي الريسل مانيا الاولى في عصره الجديد. رومان رينز ما ريحش بعد الريسل مانيا، فضل يدور على الضحيه الجديده، وهنا ظهر سيزارو.
سيزارو اللي ظهر في الصوره كان متحدي جديد لرومان رينز، بس رومان كان بيتعامل معاه باحتكار شديد جدا وكان بيرفض حتى يبص له في وشه، لو انت لا ولا حاجه لا. وفي النص كده كان عندك براين برضو اللي كان عايز ماتش اعاده، بس اتحط شرط صعب قوي ان لو خسر يمشي من سماك داون. شرط صعب جدا بس لعبه فعلا في عرض سماك داون اللي كان بتاريخ 30 ابريل. وهنا بقى كانت الصدمه، لان دانيال براين خسر من رومان رينز بالاخضاع، ودي كبيره صدقني. ملك الاخضاع خسر من رومان رينز بالاخضاع، يعني دي كارثه. بس احنا عارفين اسلوب الدبليو لما يبقى فيه مصارع هيمشي من عندها، احنا عارفينه، علشان ايوه ده كان اخر ظهور لدانيال براين في الدبليو وراح خلاص للاي دبليو، وده عطى مصداقيه كبيره جدا لرومان رينز اللي هو انت نهيته بالفعل. المهم ان رومان رينز كمل مع سيزارو وقدر يهزمه في ماتش من اجمد الماتشات اللي اصلا لعبها، وده حصل في عرض باكلاش بالاخضاع برضه. وفي الوقت ده جيمي اوسو كان لسه راجع من اصابته وبدا يدخل معاه في الفريق، لكن كان في شويه مشاكل بينهم في الاول، يعني دي حاجه متفق عليها، بس بعد كده اتحلت يعني وبقى معاه كده بص زي السمنه على العسل، اللي هو يعني تقبلوا الامر الواقع. ورومان بعدها دخل في عداوه حشو يعتبر مع ري ميستيريو، يعني اللي هو اي حاجه كده لو املي العروض يلا خدها اهو، وقدر يهزمه في ماتش هيل الاسيل في سماك داون. هتقول لي طب ليه ما تلعبش بالهيل الاسيل؟ هقول لك روح اسالهم بقى. وقدر يخلي ري ميستيريو في الماتش يستسلم. انت فاهم انا بقول لك ايه؟ رومان رينز كان بيدمر كل المصارعين اللي من الجيل الذهبي ومن جيل العظماء، ويا ريته مثلا بيكسبهم عادي، ده بيخليهم يستسلموا وبيخليهم يغمى عليهم. بس المهم ان بعدها في سماك داون رومان رينز وبوليمان طلعوا وقالوا ان هم جامدين جدا، رومان رينز خلص على كل المنافسين الكبار في سماك داون وما بقاش حد يستحق ان هو يتحداه، علشان فجاه ايدج يرجع بعد غيابه ويدخل ويدمر رومان رينز ويدمر جيمي اوسو، علشان بكده يكون ايدج هو الخصم التالي لرومان رينز. ومش محتاج اقول لك ان العداوه رجعت من جديد علشان يلعبوا لك في عرض الماني ان ذا بانك، ماتش للتاريخ حرفيا. ماتش كان جامد وممتع قوي بصراحه، وايدج كان قريب جدا من الفوز في كذا لقطه، لولا بس كده تدخل سيس رولينز في الاخر يعني هو اللي بوظ الدنيا. وهتستنتج من كلامي ده ايه؟ ان رومان رينز كسب برضه عادي. وفي نفس الليله برضه الاوسوس كسبوا القاب سماك داون علشان نعمل هيمنه بجد. بس رومان بعد الماتش مسك المايك وفضل بقى يحتفل مع الناس ان هو الجامد جدا واعترفوا بيا وكل ده، علشان فجاه هتحصل المفاجاه. رجع جون سينا بعد غياب سنه ونص. جون سينا دخل ووقف قدام رومان رينز وش لوش، اللي هو انت بتاعي يالا، وعمل له يو كانت سمي. وطبعا كده جون سينا هو الخصم الجديد. سينا تحدى رومان رينز بعدها، لكن رومان رينز ما كانش موافق، وقال بدل جون سينا هيقبل تحدي فين بالور، علشان فعلا في فقره توقيع العقد رومان رينز مضى الاول. بس اول ما فين بالور جاي يمضي العقد، بارون كوربن دخل وهجم عليه وحاول يمضي مكانه، وفي اللحظه دي دخل جون سينا وضرب كوربن واخد العقد وهو اللي مضى. وبكده رسميا رومان رينز هيدافع عن اللقب ضد جون سينا في سمر سلام. ودلعني يا محسن. البرومات كانت جامده بصراحه وبينت قد ايه رومان رينز اتطور على المايك بشكل ملحوظ قوي، اللي هو انت ما كنتش بتتكلم يا اخي قبل كده بقى، ده ايه ده يا اخي ده. وقبل سمر سلام بيوم واحد في سماك داون حصل برومو نار بينهم هما الاثنين، لان رومان رينز قال كلمتين جامدين، قال لو ما قدرتش اهزم جون سينا هسيب الدبليو. وسينا برضو كان بيقول لك ان هو اصلا مش محتاج غير ان هو يجيب الثلاث عدات وخلاص. علشان نيجي للماتش اللي كان عباره عن صراع قوه بين جون سينا ورومان رينز. جون سينا عمل له ايه على الترابيزه من بره، وايه من فوق الزاويه، وايه في كل مكان، ورومان رينز برضو مستحمل. وكذلك رومان رينز برضو عمل اداء جبار في الماتش بصراحه كان جامد جدا. هو بصراحه كل واحد فيهم كان قريب من الفوز في كذا لقطه، بس رومان رينز زي ما قلت لك صمد لغايه الاخر وكسبه بعد سبير مدمره علشان يستمر في الهيمنه بتاعته. بس بعد ما خلص على جون سينا طلع له واحد تاني كده، بروك ليزنر برضو اللي كان غايب من 2020 رجع. بروك ليزنر ظهر بلوك جديد خالص، شعر طويل ودقن، ودخل الحلبة ووقف قدام رومان رينز، اللي هو انت بتاعي يلا بعد كده خلاص، انت بتاعي خلاص، انا بص انا جيت لك انت اصلا. وبصراحة بعد عودة بروك ليزنر رومان رينز بدأ يشك في بول هيمن، اللي هو هل بول هيمن كان عارف ان بروك ليزنر راجع ولا ايه بالظبط، ولا هو انت بتشتغلني يالا ولا ايه. ودي كانت بداية قصة تانية عظيمة جدا خلت الناس كلها تسأل فعلا هو بول هيمن مع مين اصلا. ورومان وقتها كان محشور في كذا قصة، اللي هو مع بروك ليزنر ومع بول هيمن ومع فين بالور اللي قدر يهزمه في عرض سماك داون. لكن بعدها فين بالور اتحول لشخصيه الديمن، اللي هو بص انا ما اعرفش، انا عايز ماتش تاني ما ماليش دعوه اتصرف. وتحدد بالفعل ماتش بين بروك ليزنر ورومان رينز في عرض كراون جول، لكن ما كانش محدد هيكون على لقب ايه، لان رومان رينز قبلها كان عليه ماتش ضد فين بالور في عرض اكستريم رولز، الماتش اللي يعتبر واحد من اغرب الماتشات، يعني ماتش غريب جدا، خاصه نهايته اللي دمرت شخصيه الديمن حرفيا. وهتستنتج من كلامي ان هو كسب برضه رومان رينز عادي جدا، اللي هو عادي ما فيش اي مشكله. وبكده ماتش بروك ليزنر ورومان رينز بقى
رسميا على اللقب. والعداوه كانت شغاله حلوه بصراحه، يعني اللي هو بص في شغل رايح وجاي بين الاثنين، وكان فيها توتر رهيب بسبب وجود بول هيمن في القصه، اللي هو هل ولاء رومان رينز ولا ولاء لبروك ليزنر ولا ايه في ليلته السوداء. بس هنعرف الاجابه دي في عرض كراون جول. الماتش كان صعب جدا بين الاثنين، والاثنين نفخوا بعض على الاخر، بس علشان نحسم الكلام في اخر الماتش بول هيمن رمى الحزام بين الاثنين، ومحدش عارف كان يقصد مين فيهم، لكن دخل الاوسوس اللي قدروا يضربوا بروك ليزنر علشان رومان رينز يكسب بعدها. هتقول لي بس كده يعني هو بروك ليزنر جاي يخسر كده وخلاص؟ يعني انتوا بتهزروا ولا ايه؟ هقول لك اهدى عليا، لان بعدها في سماك داون بروك ليزنر جه ودمرهم كلهم. اللي هو انتوا بتضربوني انا؟ ده انتوا ليلتكم كلها مش فايته. وبسبب المجزره اللي عملها بروك ليزنر اتوقف شويه، والقصه نامت حبتين. وبعد اللي حصل ده يعني رومان رينز نقنق في عداوه صغيره محدده مع بيج اي بطل الدبليو. هتقول لي ليه؟ يعني هقول لك علشان يلعبوا ماتش في السرفايفر سيريس، ماتش بطل ضد بطل. العداوه كانت شغاله بين البلود لاين والنيو داي والدنيا جميله، ولعبوا بالفعل ماتش في السرفايفر سيريس، وقدر رومان رينز برضه ان هو يكسب. حاجه منطقيه بصراحه، ده لسه كسب بروك ليزنر، فيعني حاجه متوقعه يعني. ومن بعدها عداوته مع بروك ليزنر رجعت من تاني، والدنيا هتولع خلاص، لدرجه ان رومان رينز سال بول هيمن هل انت بتحمي بروك ليزنر ولا بتحميني؟ وبول هيمن قال له انا مش بحمي منك، انا بحميك انت منه. قام رومان رينز حضنه وقال له يا ابني بص انت مطرود، قام مديله سوبرمان بانش في وشه ودمرته، وكان هيدمره بالكرسي. قام داخل هنا بروك ليزنر واللي دمر الكل حرفيا. وكل حاجه بين الاتنين بتقول لك انها هتولع في عرض الدي 1، بس لا ده ما حصلش للاسف، لان رومان رينز اعلن اصابته بفيروس كورونا، والماتش اتلغى رسميا. لو انا هجي لك وانا تعبان يعني ما تولعوا انتوا الاثنين، يلا حبيبي مش جاي والله ما لاعب يلا. وبروك ليزنر اتنقل لماتش اللقب الدبليو في عرض الدي 1، وقدر يكسب الماتش عافيه وياخد اللقب. وبكده 2021 خلصت و2022 بدات، ورومان رينز بطل اليونيفرسال وبروك ليزنر بطل الدبليو. رومان رينز نهى سنه 2021 وهو مالوش لا عزيز ولا غالي، طرد حتى الراجل اللي هو كان بيساعده كتير جدا اللي هو بول هيمن، طرده اللي هو انا ما تلزمنيش يلا، ووقف لوحده اللي هو بص انا مش محتاجك يا عم، وكان مستعد يدمر اي حد علشان يفضل بس هو الزعيم. وبكده انتهت 2021. بعد ما رجع رومان رينز ما كانش ليه اي خصم في الرويال رامبل لسه، لكن عطى بروك ليزنر سوبرمان بانش على الماشي كده اللي هو يعني مشي حالك بدي، وكان رافض بروك ليزنر خالص وقتها، انا مش عايز العب بروك ليزنر. وهنا ادم بيرس قال له ان هو هيختار له خصم علشان الرويال رامبل، بس رومان قلل منه وقال له بص انا كسبت كل اللي في الروستر اصلا فعادي كده مش فارقالي. بس ما كانش يعرف ان بعدها بالليل سيس رولينز هيدخل عليه. سيس رولينز دخل عليه وقعد يضحك بشكل غريب جدا، وكانه بياكد له انه بص انا الخصم الجاي، اللي هو بص عافيه ذوق انا الخصم الجاي. وبالفعل العداوه بينهم اشتغلت يا معلم، خاصه بعد ما سيس رولينز اكد ان هو هيواجه رومان رينز في الرويال رامبل. سيس رولينز كان بيلعبها عليه مايند جيمز خالص، اللي هو بص هو عارف هو نقطه ضعفه ايه وبيشتغل عليها. واستكمالا للمايند جيمز اللي بيلعبها سيس رولينز على رومان رينز، دخلك بلبس ذا شيلد في عرض الرويال رامبل، اللبس والموسيقى وكل حاجه. لو انا مش هسيبك في حالك، انا ده انا هبص هنفخك في افكارك. لعبوا الماتش والماتش كان حلو جدا وكان غريب برضه، بس النهايه بتاعته كانت اغرب لان رومان رينز خسر الماتش المره دي بس بالديكيو بعد ما ضرب سيس رولينز بالكرسي، اللي هو بيعيد نفس المشهد اللي عمله سيس رولينز فيه قبل كده، المشهد اللي عمل رومان رينز عقده بجد. ورومان ما روحش بعد الماتش، لا يا معلم استنى لحد ماتش بروك ليزنر وبوبي لاشلي علشان دخل في الاخر وضرب بروك ليزنر بالسبيرة علشان يخلي بوبي لاشلي هو اللي يكسب وياخد منه اللقب. والمفاجاه الاكبر ان بول هيمن خلاص خان بروك ليزنر وراح لصف رومان رينز تاني. هتقول لي خلاص خلصت، هقول لك لا ما خلصتش. بروك ليزنر في نفس الليله دخل ماتش الرويال رامبل وقدر ان هو يكسبه. ما هي الليله مش فايته بقى. بروك ليزنر اختار طبعا انه يواجه رومان رينز في المين ايفنت بتاع الريسل مانيا 38، يعني ما فيهاش كلام، هو اختاره هو، وده كان المره الثالثه اللي اتقابلوا فيها في الحدث الرئيسي للريسل مانيا. لكن رومان رينز ما مشاش الطريق سليم كده، لا ما ينفعش، طلع له خازوق تاني وهو جولدبرج، العداوه اللي كانت مرتقبه من سنتين. ورومان رينز في البروموهات كان بيتعامل مع جولدبرج كانه بص حته اثار، حاجه قديمه وخلاص عفى عليها الزمن، وبصراحه احييه على ذلك، بصراحه انا سقف له على ذلك. وتحدد لك ماتش محنده بينهم في عرض الليميشن تشامبر 2022، ولعبوا الماتش ورومان خلص عليه بالاخضاع، اللي هو بص حاجه جامده على الاخر، اللي هو ما ترغيش كتير معايا، اللي هو بص مش عايزك بقى تبمبك لي. وفي نفس الليله ايه اللي حصل؟ قول لي انت كده، قول لي. بروك ليزنر كسب الليميشن تشامبر اللي على لقب بوبي لاشلي علشان يكون بطل خلاص، والماتش بتاعهم يكون بطل ضد بطل في الريسل مانيا. الماتش اتحدد من نوع الكسبان ياخد كل حاجه، والعداوه بينهم كانت عملاقه بصراحه، يعني العداوه احسن من الماتش تريليون مره، لان فعلا
وفعلا كان فيها لقطات جامده، اللي هو بروك ليزنر يدمر رومان رينز والاوسوس، وبعدين رومان رينز يدمر بروك ليزنر وليله. الاثنين عارفين كل حاجه عن بعض بالمعنى الحرفي، يعني ده احنا بنتكلم في تاريخ يا جدع. يعني من الاخر العداوه كانت قويه، بس الماتش بقى مين بص في اقرب صفيحه زباله علشان تيجي الريسل مانيا ونشوف واحد من ابشع الماتشات. وخد التقيله، رومان رينز اصلا اتصف في الماتش، وبعد غش كتير وضرب للحكم وعشوائيه في كل مكان رومان رينز قدر يخطف سبير ويكسب. رومان رينز بقى البطل الموحد، بطل الدبليو دبليو الوحيد. رومان رينز طلع بعد كده وقال لك ان هو خلاص في القمه وان هو على هرم الدبليو دبليو، وكان عايز كمان الاوسوس يوحدوا القابهم زيه، وده طلبوا منهم بشكل واضح وصريح، وده حصل بالفعل في فقره توقيع العقد من الارك برو والاوسوس. بس حصلت خناقه وعركه، قام داخل رومان رينز وبلع العقد حرفيا لريدل، اللي هو خده في بقك يلا، ودخل درو ماكنتاير علشان يساعد راندي اورتن وريدل، وتتحول القصه كلها اصلا علشان ماتش الاوسوس اللي كان هيتلعب في باكلاش يبقى ماتش سداسي بين البرود لاين وراندي اورتن وريدل ودرو ماكنتاير. الماتش اللي كان بصراحه سريع جدا وقوي جدا وطول جدا. في اخر الماتش ريدل عمل اركيولوجي اوسو، بس سبير من رومان رينز خلصت الحكايه وكسب رومان رينز وكسبت عيلته، اللي هو ايوه كده يا رومان دلعني دلعني يا عم. وبعدها باسبوعين في عرض سماك داون اللي كان بتاريخ 20 مايو حصلت مفاجاه، الاوسوس كسبوا فريق الارك برو واخدوا منهم القاب الفرق، وبقى خلاص ابطال الفرق الموحدين زي رومان رينز. هتقول لي خلاص خلصت على كده، هقول لك لا، بعد الماتش حصلت خناقه كبيره. رومان رينز وفريقه ما اكتفوش بالفوز، نزلوا على راندي اورتن وريدل ودمروهم بالكراسي وبالسلالم وبكل حاجه. راندي اورتن خرج من القاعه وهو خلاص متدمر متسند حرفيا، ومن هنا راندي اورتن اختفى تماما عن الدبليو دبليو لمده اكتر من سنه ونص. يعني حتى دي ساعدته يا اخي، اللي هو انت دمرت راندي اورتن واختفى من بعدك، اللي هو بص كل الاحوال بتساعد رومان رينز حرفيا. وبالامانه وقتها بدات تظهر اخبار جديده عن رومان رينز، وانه عمل عقد مختلف خالص مع الدبليو دبليو، عقد بيخليه يظهر عدد ايام اقل بكتير، يعني من الاخر بارت تايمر. وبدانا نشوف بول هيمان اللي بقى بيطلع خلاص بيتكلم بالنيابه عنه، وده خلى الجماهير كلها تتغلى اكتر من رومان رينز، اللي هو يا معلم انت شايل كل الالقاب ومش بتظهر بيها اصلا، اللي هو يا عم اظهر دافع عنها طيب. بس برضه عشان اكون صريح معاك، ده زود الهيل الكاريزما بتاعته، اللي هو الراجل بقى بيظهر في الحاجات المهمه بس، اللي هو ظهوره بقى مهم جدا جدا حرفيا. وهنا طلع ريدل من تحت الارض اللي كان بيطارد رومان رينز علشان ينتقم لزميله راندي اورتن اللي اتصاب حرفيا من رومان رينز ومن عيلته، ورومان رينز وافق ان هو يلعبه بس بشرط تعجيزي. الشرط هو ان لو ريدل خسر خلاص مش هينفع يتحدى رومان رينز تاني على اللقب ده طول ما رومان رينز هو البطل، علشان بالفعل رومان رينز لعب ريدل في سماك داون، ودي واحده من النوادر حرفيا لما تلاقي رومان رينز بيلعب في سماك داون، واحده من النوادر. المهم ان الماتش بصراحه كان جامد وكان عظيم، وريدل قدم ماتش عمره وكان قريب من الفوز في كذا لقطه لولا بس قوه تحمل رومان رينز. ورومان ابن الذين عطل واحده سبيرو على الطاير في الاخر، عظمه يا ابني والله، خدت قلب كده. وكسب طبعا رومان رينز، ودي حاجه متوقعه ليفل الالف. بس اللي ما كانش متوقع ان بروك ليزنر يرجع بعد الماتش ويروع على رومان رينز بواحده اف 5 تاني. وده معناه ايه بقى؟ قول لي انت كده. معناه ان العداوه دي ما بتخلصش، باين مش عايزه تخلص يا اخي. العداوه رجعت من جديد، بس بصراحه العداوه نفسها كانت اقل من عداوتهم قبل الريسلمانيا، دي حاجه متفق عليها. بس بقى الماتش المره دي في حته تانيه خالص، لان اتحدد ماتش بينهم في عرض السمر سلام، بس مش ماتش عادي، ماتش من نوع لاست مان ستاندينج، ماتش فاجر يا اخي، ماتش فيه كل حاجه تتمناها. وحته الونش دي كانت حته جامده جدا، حته قلبت الماتش كله بالمعنى الحرفي، يعني هي الحلبه فعلا اللي اتقلبت اصلا. بس في الاخر بيحصل المعتاد، ورومان رينز وعيلته كلهم بيتلموا على بروك ليزنر، وقدروا ان هم ينفخوه عشان رومان رينز يقدر يكسب في الاخر ويطلع محتفظ بالالقاب بتاعته. رومان خرج من سمر سلام منتهي ومنهك تماما. الماتش كان استنزاف بدني غير طبيعي بالمره، وده كان المبرر الدرامي الكبير لغيابه عن العروض فتره. بس يعني خليني اقول لك ان درو ماكنتاير اساسا يعني كان كسب فرصه على اللقب بعد ما كسب شيماس، بل المنافس الاول ضد رومان رينز في عرض كلاش ذا كاسل. واحنا عارفين درو ماكنتاير واحد ما بيسكتش، مسك البرود لاين وما سابهمش في حالهم، قعد يتريق عليهم ويتريق على رومان رينز وانه بيغيب كتير وكده. وحصلت بروموهات جامده جدا بين الاثنين، ورومان رينز يقول انا اصلا مش محتاج اظهر علشان اكون جامد، وتحصل عركات وخناقات، ودرو ماكنتاير كان هيديله كليمور بس سامي زين يفديه يعني وياخدها هو وليله، ورومان رينز ياخد الكليمور برضه، هتاخدها يعني. وده حصل لان سامي زين كان بدا ينضم واحده واحده كده للبرود لاين، بدات علاقه رومان رينز وسامي زين تتطور اكتر واكتر. سامي زين كان بيتمسح في البرود لاين علشان يكون جزء منهم، لكن المهم ان عداوه درو ماكنتاير ورومان رينز كملت وكانت جامده، ده يدمر ده قام يجي يدمر دول، قام الاثنين يتلموا على ده، وبص ليله كبيره. ومحدش يقدر ينسى لما رومان رينز دمر درو ماكنتاير وقعد بالكرسي عليه، كانت لقطه جامده جدا بصراحه وشعللت العداوه. وجت كلاش ذا كاسل ولعبوا الماتش اللي كان ماتش صعب جدا بصراحه، خاصه بعد رومان رينز اللي كان بيلعب درو ماكنتاير اللي كان وسط اهله حرفيا. الماتش كان بدني طحن، والاثنين عجنوا بعض بطريقه بنت لذينه، وكان في كذا لقطه بتقول لك ان درو ماكنتاير هيكسب، خلاص هيكسب يعني ما فيهاش كلام، زي اللقطه الاخيره
كبيره، لكن فجاه شخص مقنع دخل وشد الحكم من رجله ومنع التثبيت. الشخص ده كشف عن نفسه بعد كده وطلع سولو سيكوا الاخ الاصغر للاوسوس، وفي النهايه رومان رينز استغل ده وضرب درو ماكنتاير بالسبير وخطف الفوز. رومان رينز كسب في واحده من اكتر اللحظات المثيره للجدل، لان الناس بالهبل كانت تتمنى ان درو ماكنتاير هو اللي يكسب، ومنهم انا بصراحه. درو ماكنتاير كده كده بص هتحطه قدام اي حد هقول لك انا نفسي درو ماكنتاير يكسب كده كده. المهم ان بعد كلاش ذا كاسل رومان رينز قدم لك سولو سيكوا على اساس يعني ان هو المنفذ بتاع البلود لاين. المنفذ انضمام سولو خلى البلود لاين يتحولوا لجيش كامل، زعيم ومستشار وفريق تكتيم وواحد تاني بينفذ. رومان رينز هنا بقى محمي من كل الجهات، وطبعا كل دول من دم رومان رينز الا سامي زين اللي محدش عارف ايه مصيره لسه. علشان بعدها على طول رومان رينز نادى على سامي زين في نص الحلبه وبدا بص يوبخه، قال له انت ليه لابس التيشيرت بتاعنا؟ اقلع على التيشيرت اقلع يلا، وخلى جي اوسو يقطع من عليه التيشيرت. سامي زين كان هيموت من الرعب والجمهور كله افتكر ان رومان رينز هيطرده خلاص، لكن رومان رينز رمى له تيشيرت جديد وقال له بص انت بقيت معانا خلاص، انت بقيت ابن عمنا الشرفي خلاص، انت بص بقيت اوسو شرفي. ومش محتاج اقول لك اللي حصل ده عمل ايه، القاعه كلها انفجرت وسامي زين حضن رومان رينز، والقصه من هنا بدات تاخد منعطف تاني خالص. القصه كانت بدات تبقى ممله شويه، بس بعد اللي حصل ده القصه اصلا بقت في حته تانيه خالص. وبعدها دخل في عدم حندقه ملهاش اي لازمه مع لوجان بول علشان نلعب معاه ماتش في عرض كراون جول. الماتش اللي كان حلو جدا فعلا بصراحه، بس كالعاده رومان رينز علم عليه وقادر ان هو يكسب، وده شيء متوقع ليفل الالف برضه. وبعدها دخل في قصه ضد شيماس وفريقه تمهيدا لاول ماتش وور جيمز في العروض الرئيسيه. القصه كانت حلوه جدا، بس صدقني ان الماتش كان احلى من اي حاجه علشان تيجي السيرفايفر سيريس ونشوف ماتش عالمي في كل حاجه بجد. سامي زين اثبت ولاءه لرومان رينز بعد ما خان صاحب عمره كيفن اوينز علشان يحمي رومان رينز. رومان رينز حضن سامي زين في نص القفص، ودي كانت اللحظه اللي جيوسو اخيرا اعترف بسامي زين فيها وقابله في العيله. وهتستنتج من كلامي ده ان طبعا البلود لاين هم اللي كسبوا الماتش، وبعد كده كيفن اوينز طبعا كيفن اوينز ما سابهمش في حالهم ودخل في عداوه مع البلود لاين ورومان رينز نفسه، علشان في اخر يوم في السنه كيفن اوينز يستعين بجون سينا ضد رومان رينز وسامي زين، ولاول مره من فتره كبيره جدا رومان رينز يخسر الماتش، وتخلص سنه 2022 على كده. بس هديك برضو نبذه عن اللي حصل في السنين اللي بعدها. في 2023 رومان رينز استكمل طبعا عداوته مع كيفن اوينز وقدر ان هو يهزمه في الرويال رامبل، وفي نفس العرض سامي زين خان وقلب عليه خلاص علشان رومان يلعبه في عرض الميشن تشامبر ويقدر يكسبه، ويلعب كودي رودز في الريسل ماني ويقدر يكسبه برضه، ويدخل في قصه طويله الابد مع جي اوسو والبلود لاين كلهم اصلا تفككوا بعدها، ويتثبت لاول مره من سنين في عرض الماني ذا بانك من جي اوسو برضه، بس برضه يصمد ويكمل كبطل لغايه ريسل ماني 40 لما خسر اللقب لكودي رودز، وتنتهي واحده من اعظم القصص. وانا ما اتكلمتش بالتفاصيل عنهم بصراحه، لان رومان رينز حرفيا بقى بارت تايمر بالشكل الكامل اللي هو بقى بيظهر كل فين وفين، ممكن بجد يجيب بالشهرين والثلاثه ده بجد، لكن السنتين اللي كلمتك عنهم النهارده بجد كانوا في حته تانيه خالص. قبل 2021 رومان رينز كان الشخص اللي الشركه كلها بتحاول تفرضه على الجمهور بالعافيه كبطل محبوب بقى وبيبي فيس، والجمهور بقى المفروض يتقبله غصب عنه. لكن في 2021 و2022 رومان رينز بقى الهيل الاول، عمل هيل تاني بنت لذينه وتحول للترايبل تشيف اللي مبقاش فارق معاه اصلا الجمهور بيحبه ولا بيكرهه ولا اي حاجه. ده التحول اللي خلى شخصيته حقيقيه بجد وبقت مقنعه للناس من اول مره. في السنتين دول رومان رينز بقى محور الاحداث بشكل رئيسي وبشكل كامل، محى الحدود اصلا بين الرو وبين سماك داون، يعني الناس كلها اصلا بقى بتتفرج على سماك داون والرو خلاص بقى في الضياع. 2021 كانت السنه اللي دمر فيها الاساطير، دمر ايدج وجون سينا وبروك ليزنر ودانيال براين وكل اللي انت عايزه. اما 2022 هي كانت السنه بص سنه السياده المطلقه، السنه اللي سيطر فيها على الاتحاد كله مع الحزامين ومع كل حاجه. فالسنتين بيكملوا بعض بشكل رهيب بصراحه، لان عروض الدبليو كلها بقت بتلف حوالين البرود لاين وبس. السنتين دول شهدوا اقوى ستوري تيلينج في تاريخ المصارعه الحديث كله تقريبا. عندك قصه الولاء وازاي كسر جي اوسو وخلاه ينضم له بالعافيه، وعندك قصه الخبث وازاي رجع ابو ليمان بعد ما كان خلاص انفصلوا، وعندك قصه سامي زين اللي كانت تعتبر الكريزه بجد بتاعت سنه 2022. رومان رينز كسر حاجز ال 500 يوم وال 700 يوم في السنتين دول، وبقى اطول بطل في العصر الحديث كله، وما كانش حد يتخيل ان مصارع في الوقت ده يوصل لكل ده. وطبعا ما ننساش انه قدم اعظم مبارياته اصلا في الكام سنه دول اساسا، لعب مباريات بجد لا تنسى لا تنسى بجد. فانا شايف بصراحه ان السنتين دول بجد هم السنتين اللي صنعوا رومان رينز اللي احنا بنحبه. واي حاجه حصلت
بعد السنتين دول هي كانت بص يعني جزء ضعيف جدا او نسخه مقلده جدا من السنتين دول. السنتين دول هم كانوا الاساس وكانوا بيرفكت بصراحه في كل حاجه، ووصل لمستويات على المايك عمره ما وصل لها قبل كده طول حياته كلها. فانت مدرك احنا بنتكلم على ايه؟ فبصراحه بالنسبه لي النسخه دي هي اقوى نسخه في مسيره رومان رينز كلها. وبس كده. وطبعا بينزل لي تحت اكتب لي ايه هي اكتر نسخه انت بتحبها لرومان رينز، وطبعا بكتب لي تحت افكار للسلسله. ولو وصلت بقى لغايه هنا اكيد طبعا اشترك في القناه واعمل لك اكيد. وبس يا عزيزي المشاهد، سلام.